يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل. والفل هو قصر فاطمة الزهراء وسر من أسرار جمالك يا اسكندرية. ويلا نبدأ بسرعة، وما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك، ونشوف ايه راح يحصل في الآخر وأسعار الدخول وطريقة الدخول بالفيزا. زيزينيا دي منطقة زيزينيا، حي القصور العظمى، أرقى حي في الإسكندرية اسمه حي زيزينيا، وبني القصر في هذا الحي. الحي سمي على اسم الكونت ستيفان زيزينيا، يوناني الأصل، استقر بالإسكندرية في عهد محمد علي باشا، وهو قنصل دولة بلجيكا وأكبر تجار القطن عام 1862، وكان ليه قصر في المكان دون وسميت زيزينيا باسمه. تاريخ القصر: قصر فاطمة الزهراء أو الأميرة فاطمة حيدر. أسس هذا القصر زينب هانم فهمي عام 1919، وأكملت بناؤه وأقامت به ابنتها الأميرة فاطمة الزهراء عام 1923، وهي من أميرات الأسرة العلوية، قد ولدت عام 1903، ووالدتها هي السيدة زينب فهمي أخت المعماري علي فهمي الذي اشترك في تصميم هذا القصر. أما والدها فهو الأمير علي حيدر ابن الأمير أحمد رشدي ابن الأمير مصطفى بهجت ابن فاضل باشا ابن إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا والي مصر، يعني محمد علي هو جدها الخامس. وقد أتمت زينب هانم فهمي والدة الأميرة فاطمة الزهراء بناء الجناح الغربي قبل وفاتها، وكانت ابنتها بلغت من العمر 18 سنة. وقد أضافت الأميرة فاطمة الزهراء جناحا شرقيا للقصر، وربطت بين الجناحين بممر. متحف المجوهرات الملكية. زي ما شفنا بناء القصر كان عام 1919 في منطقة زيزينيا، وهو تحفة معمارية، وتبلغ مساحته 4185 متر مربع، وكان للأميرة فاطمة الزهراء أو فاطمة حيدر زي ما شفنا، إحدى أميرات الأسرة المالكة، وسمم طراز المباني على طراز المباني الأوروبية. ومن الداخل هنشوف احنا ان هو زينا بوحدات فنية مميزة زي ما احنا شايفين، ادي وحدات مميزة جدا، وتحول الى متحف مجوهرات الأسرة المالكة عام 1986، وبه مجموعة كبيرة جدا من المجوهرات والتحف الذهبية التابعة للأسرة العلوية الملكية، تعود لعام 1805، وتحف نادرة بداية من محمد علي باشا حتى فاروق الأول. وتم مصادرة هذه المجوهرات في ثورة 52، وتم تسجيله كمتحف عام 1999، ويضم 11500 قطعة فنية من المجوهرات. بصوا يا جماعة، دي لوحة فنية، دي مش لوحة رسم، دي مرسومة، يعني مش لوحة كده معمولة ومتلزقة في الحيطة، لا. ده كاس وزنه حوالي 15 كيلو من الذهب الخالص، وده كاس تاني للملك فاروق وزنه 27 كيلو ذهب. هنشوف ازاي اتعاملوا الثوار في ثورة 52 مع الأسرة الملكية بمنتهى الكرم طبعا. وقد ظل هذا القصر مستخدما للإقامة الصيفية حتى قيام ثورة يوليو 52. لحد سنة 52 يعني قبل قيام الثورة كان بيستخدموه للإقامة الصيفية. وعندما صدرت الأوامر، هنشوف كرم بقى الضباط الأحرار، وعندما صدرت الأوامر بمصادرة أملاك الأميرة سمح لها بالإقامة في القصر، يعني بعد ما صدروا الأملاك بتاعتها سمحوا لها الإقامة في القصر. وكان ذلك حتى عام 1964، يعني سابوها في القصر لحد عام 1964 حين تنازلت الأميرة فاطمة الزهراء عن القصر للحكومة المصرية. يعني هم ما كرشوهاش، هم سابوها عايشة في القصر لحد لما هي نفسها اتنازلت عن القصر للحكومة المصرية. فاطمة الزهراء عن القصر للحكومة المصرية، وغادرت إلى القاهرة. وقد توفيت الأميرة فاطمة الزهراء عام 1983، وقد تم استخدام القصر كاستراحة لرئاسة الجمهورية حتى تحول إلى متحف بقرار جمهوري عام 1986.
ويتكون من جناح شرقي زي ما شفنا وجناح غربي اللي بنته أمها، وهي بنت الجناح الشرقي وربطت بينهم بممر، وعبارة عن طابقين علويين وبدروم، وكما يحيط به حديقة تمتلئ بالنباتات والزهور وأشجار الزينة. وبعد أواخر عام 2004 بدأ المجلس الأعلى للآثار عملية تطوير وترميم شاملة للمتحف بتكلفة 10 ملايين جنيه، وتم افتتاح المتحف رسمي 2009 لعامة الناس. مكان تحفة. احنا شفنا الممرات وشفنا المكان، يعني ده عبارة طبعا دي حمام زي ما احنا شايفين كده، وده الأرضية عبارة عن باركيه، يعني خشب باركيه. بص الأسقف عاملة ازاي، حاجة روعة من الجمال بصراحة يعني. فاطمة حيدر اتزوجت من محمد فايق يكن، وأنجبت منه 3 أبناء هم فاضل وفايزة وفايز، وليها توقيع على كل مقتنياتها بحرف ال FH اللي احنا شفناه. وحكاية الأسرة الملكة مع حرف ال F تبدأ من حكاية الملك فؤاد أبو الملك فاروق، كان مزين القصر، وانا منزل لكم فيديو عن قصر المنتزه عليه موضوع حرف ال F اللي قضى على الأسرة الملكة، كانوا معتزين بحرف ال F قوي، لذلك هي كتبت برضو كل مقتنياتها بحرف ال FH، وسمت أبنائها برضو فاضل وفايز وفايزة. ملاحظوا يا جماعة حرف ال F ده الموجود في كل حاجة على الأسرة المالكة، لأنه ده موضوع كبير جدا، وانت لو عايز ارجع للفيديو موجود عندك على القناة عن موضوع وسر حرف ال F. فاطمة حيدر طبعا اتجوزت زي ما احنا قلنا محمد فايق يكن، وأنجبت منه فاضل وفايز وفايزة، ولها توقيع على كل المقتنيات بتاعتها بحرف ايه ال FH زي ما موجود على الصورة بتاعت الغلاف. احنا شفنا في الفيديو صورة الملكة فريدة، وهي اسمها صفيناز ذو الفقار، وسموها برضو الملكة فريدة تيمنا بكلمة فريدة، وشهرتها الملكة فريدة، وهي اسمها صفيناز ذو الفقار من اسكندرية، من منطقة جناكليس، ومن الأسرة ذو الفقار، أسرة عريقة جدا في اسكندرية. ده ما شوفوا يا جماعة، ده الممر اللي ربطت بيه الأميرة فاطمة الجناح الغربي بالجناح الشرقي. وفي صورة تانية للملكة نازلي اللي هي نازلي صبري، كانت ملكة مصر القرينة، مسمينها ملكة مصر القرينة، ودي التاج. وهنتقابلوا مع بعض تاني في فيديو تاني إن شاء الله في حاجة تانية هتعجبكم. ويلا بينا. دي أسعار التذاكر ومواعيد الزيارة: 20 جنيه زائر مصري، طالب مصري 5 جنيه، زائر أجنبي 180، 90 جنيه طالب أجنبي. دي الأسعار بتاعة متحف المجوهرات. ودي طبعا من بره كده دي منطقة قصور وفلل، منطقة قصور ومنطقة فلل كبيرة.